السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اشارك معاكم الاستعدادات للرحله. لو عندك رحله كده ورايحاها ازاي تستعدي ليها، ايه الاكلات اللي تجهزيها معاكي. النهارده بقى كنت بجهز للحاجه كده، يعني كان الرحله قبلها بيومين، يعني قبل الرحله بيومين بجهز للحاجات دي. كان عندي رغيفين عيش طويل كده، العيش دوت كان يعني بايت، فقلت بقى هستخدمه معايا بالاكل اللي هعملها النهارده. هنشوف بقى هنعمل ايه. انا جبت العيش كده قطعته، وبعد ما قطعته كده هبدا اعمله في الكبه، بحيث ان انا ايه عايزاه يبقى ناعم. لو هو يعني لو هو ناشف هيبقى احسن، بس هو كان عندي يعني يعتبر ايه بايت كده يعني شويه. هتشوفوا عامل ازاي لما اعمله بالكبه. ما نشفتوش ولا حاجه، زي ما هو كده، وبدات ايه هعمله في الكبه كده. شوفوا هيبقى عامل ازاي. هروح بقى اضربه في الكبه ونشوف بقى هيبقى عامل ازاي بعد ما يتطحن اهو كده. بصوا، لو كنت طبعا محمصاه كان هيتطحن انعم من كده، بس هو عشان يعني زي ما هو طري كده، فهو برضو هي كويس يعني ما هيستخدموه. خلاص كده خلصت الكميه كلها. حضر بقى ايه الحاجات التانية. جبت هنا معايا كيلو من الفراخ، وجبت بقى المفرمه كده، قلت هفرم فيها الفراخ كده اهي. ده بانيه اهو. هبدا كنت غسلاه كويس ومنشفاه، اهم حاجه تغسليه كويس وتنشفيه. غسلته كويس ونشفته. هبدا كده ايه افرمه بقى كده في المفرمه. بدات افرمه اهو. عودي نفسك كده لما تعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولي بقى سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. هعمل كل الكميه كده. وكنت عامله البصل في الكبه برضو، حطيته كده يعني برضو ياخد في المفرمه خلطه كده. يعني انا كنت عاملاه في الكبه دول كده زي 3 بصلات كده، عملتهم ايه في الكبه. حطيتهم برضو في المفرومه كده. وحطيت برضو العيش بعد ما عملته في الكبه، حطيته تاني كده، يعني خليتها تاخد مرتين بحيث انها تبقى انعم يعني زي ما انتم شايفين كده. وبدات احطها كده وفرمتها كلها كده في الكبه. شوفها بقى. الصراحه ما رضيتش افرم الفراخ في الكبه، خفت يعني انها ما تستحملهاش، يعني تبوظها يعني. خلاص كده كنت عملت الخلطه اهي. حطيت كده البصل على الفراخ على العيش، وهنشوف بقى نحط عليها ايه كمان، عشان احنا هنعمل الفراخ ناجتس. طعمها حلو جدا، بتعجب الاولاد يعني، بالطريقه دي حلوه قوي. هكملها بقى فرم وارجع لكم تاني. خلاص كده كنت خلصت الفرم. حطيت عليها بقى معلقه من البهارات. دي بهارات لحمه وبهارات فراخ، بحط الاتنين انا. وحطيت ملح كمان اهو، وفلفل معلقتين كده من النشا. النشا هيخليها حلوه ومقرمشه وطريه من جوه. هنبدا بقى نخلط الخليط ده كله كده، نعجنهم كده كويس زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تخلطيهم كويس قوي، هي بتكون بتلزق شويه. حطيت عليها كمان دبس رمان. هتأكد بقى انها اختلطت كويس، كل حاجة اتقلبت كده كويس. العجينة بتكون بتاعتها، الخليط بتاعها بيكون كده بيلزق. مش مهم، ما تقلقيش خالص. هتجيبي صينية كده وتحطي عليها كيس وتبداي تفرديها. احنا عايزين نفردها بسمك واحد، يعني ميبقاش فيها حتة تخينة وحتة رفيعة، بحيث لما تيجي تقطعيها تبقى سهلة في الشيل، وكمان تحميرها يبقى واحد. هتعمليها مش رفيعة ومش سميكة. هوريك ازاي سمكها يبقى قد ايه. احنا حاطين الكيس كده عشان هي متلزقش في الصينية، تبقى سهلة لما تيجي تقطعيها. حاولي تخلي سمكها واحد. انا بسويها اهو. بصوا، مش رفيعة ومش سميكة، يعني متوسطة. عايزة تعمليها زي البانيه كده تعمليها كده، بس الطبق اللي انتي بتعملي فيه ده حطي فيه زيت. انا كنت هنا نسيت احط الزيت، فهروح اجيبه دلوقتي عشان ما تلزقش. يعني اما تحطي كيس يا اما تحطي شوية زيت. هخلص الكمية كلها واحطها بقى في التلاجة، تقعد في التلاجة كده ساعة عشان تمسك وتبقى سهلة في التحمير يعني. ده شكلها كده بعد ما عملتها اهي. بصوا، دي اللي عملتها بشكل بانيه، ودي اللي عملتها في الصينيه. احطهم بقى في التلاجة كده واسيبهم، واحضر بقى الكفر اللي عامله من بره.
ده بقى زي الفيجيتار كده، بس بيتجاب من عند العطار كده، بيبقى خشن، بنطحنه كده في الكبة وبعد كده بنستخدمه. بصوا هو بيبقى معلوش بهارات يعني، هو بس بتطحنيه وبعد كده بقى اللي بنحط عليه كيس متجهز، بيبقى طعمه حلو جدا، وده بيدي لون حلو جدا للبانيه. بس اهم حاجة تشتريه من راجل كويس عشان ما يبقاش طري يعني. ده بصوا عشان ناشف الطحن اهو، لو هو طري مش هيتطحن معاكي. طحنته كده زي ما انتم شايفين. هحضر بقى بقية الكفر اللي هحطه عليه. جبت بيضة كده، احط عليها شوية ملح، شوية فلفل، واحط عليها شوية لبن. شوية لبن كده واقلبه. حطيت كمان بهارات لحمة عشان الكفر يبقى يبقى حلو يعني. احط شوية لبن كده وابدأ اخلط اهو. اهم حاجة تخلطيه كويس. وده كيس فيجيتار اهو، ده بقى اللي هو من محل عادي. هفتحه كده واحطه على الفيجيتار اللي انا جايباه من عند العطار، وهبدأ اقلبه. انا مش بحب استخدم الفيجيتار الحراق لانه بيحمر البانيه جامد. لو انت بتحبيه يعني على راحتك. هطلع بقى البانيه بعد ما يكون قعد ساعة كده، وهبدأ احطه في اللبن الاول والبيض كده. بصوا جامد ازاي، مش فكك ولا حاجة. هنا بصوا ماسك نفسه ازاي. طبعا قلبت الخليط اهو اهو، وهبدأ احطه كده. بصوا بقى، حاولي بس ايه يعني تبقى بايدي بتعملي بيها غير الايد اللي انتي بتحطي بيها في اللبن عشان ما يمسكش في ايدك اهو. بصوا عملته كده اهو. هتعملي كله كده وخليه على التحمير بحيث ان هو يبقى سهل. ممكن تعملي الاكله دي كده وتحطيها في الفريزر، تبقى يوم ما انتي لو مستعجله ما عندكيش وقت تعملي اكل يعني، تبقى من التجهيزات يعني. بصوا اهو هعمل كل كميه كده وتبقى حلوه جدا في السندوتشات. الاولاد بيحبوها جدا يعني. هكمل بقى كل كميه كده اهو. بصوا دول اللي هما اللي عاملين زي البانيه كده، حمرته لهم بالليل كده عشان كانوا عايزين يدوقوه يعني. والباقي حمرته كده يعني يوم الرحله كده الصبح كده، عشان يبقى سخن وصابح يعني. كنت عامله كمان كفته، عملت لهم صينيه كباب كده، قلت برضو يبقى فيه تغيير. بس بقى ما صورتش انا بعملها. حطيتها كده شويه على النار وبعد كده حطيتها في البوتاجاز، وحمرت لهم كمان شويه بطاطس كده. كل ده كنت عاملاه بقى ايه، ده كنا الصبح يعني الفجر كده، الفجر قبل ما نروح الرحله يعني. مش الفجر، كانت الساعه 2 يعني عشان احنا كنا ماشيين الفجر. وبدأت بقى بصوا ده اللي كان في الصينية اهو. هبدأ اقطعيه كده طويل اهو، وتعمليه حسب ما انتي عايزة بقى. اعمليه الشكل اللي يناسبك اعمليه. بس الصراحة اللي هو بتعمليه زي البانيه ده بيبقى احلى، لان بتبقى متحكمة اسهل يعني فيه اهو. بصوا وعملت لهم كمان صينية كيكة كده بس برضو ما صورتهاش. هوريكم بس شكلها بعد ما قطعت اهي. حبيتها هنا في العلبة اهي. دي عملتها برضو بالليل. بصوا ما شاء الله حلوة وجميلة. هوريكم بقى الشنطة كانت بتحتوي على ايه. حطيت الكيكة كده في علبة وجهزت بقى الشنطة. خدت معانا بقى علبة مناديل. وهنا ده البانيه، خدت هنا البانيه اهو. حطيته بقى في علبة كده حافظة عشان يتم سخن. وهنا البطاطس برضو بعد ما حمرتها. وهنا بقى حطيت اللحمة كده في علبة من دول عشان مش هياخدوا مكان في الشنطة يعني، الحلة التانية كانت هتبقى كبيرة. تمام حطيتها كده في علبة من دول. وحطيت بقى مصلية، وحطيت بقى السيلفي، وحطيت لهم هنا حاجات حلوة. وكنت جايبة برضو أجبان معايا اهو. هنا اللي اهو ده هنا القرص اهي يعني. انا هنا كنت بوريها لكم الصبح، ده كان بالليل. وهنا بصوا هوريكم ده كان ايه. ده كان الجبنه. لا دي كانت كوبايات، كنت عامله كوبايات كده في لفها عشان ما تكسرش. عملتها في ورق كده، عملت كوبايات. تمام. وهنا دي كانت ايه، دي الجبنه. دي كانت الجبنه كنت واخداها معايا برضو الجبنه. قلت عشان ايه يفطروا بيها في الرحله الجبنه. ومعايا كنت واخده معايا سكينه بقى كده ومعلقه عشان ايه اعمل لهم بيها. كنت حاطه كل حاجه متعلقه بحاجه في كيستها كده يعني منفصله يعني. كنت عامله شويه قرص كده وكده. كنت واخده برضو مفرش كده عشان لو حابين نفرشه على حاجه يعني. وهنا ايه كانت الحاجات الحلوه دي، كنت جايبه لهم حاجات حلوه اهي. كانت نايتيهات وبسكوتات وكده.
وهنا دي الكيكه انا قلتها لكم. حطيتها عادي في علب الايس كريم، قلت يعني ايه اي حاجه تحفظها يعني، بحيث انها متتهريش متكسرش. اهو وهنا ده البانيك الحبه الاخرانيين بس هما اللي اتحرقوا. بس اللي تحت والله كان حلو، بصوا بس اللي فوق كانوا اتحرقوا شويه اهو. اهو بس بصوا ما شاء الله حلو ازاي. اهم حاجه تقفلي العلب كويس بحيث انها تحافظ على الاكل سخن. دي البطاطس بقى انا كنت موريها لكم. هنا كنت بتم على حاجه الصبح يعني، كنت بتم حطيت ايه وكده. دي الكفته اهي، كنت حاطه من تحت كده مناديل بحيث انها ايه ما تنزلش حاجه. هي طبعا ما كانتش بتنزل بس كنت عامله لهم بقى ايه عصير جوافه كده، عشان طبعا عاملين مقاطعه بقى البيبسي كده، كنت عامله عصير جوافه. كنت جايبه لهم كمان شيبسيات كده اهو. وهنا بقى كنا خلاص جهزنا الحاجات وطلعنا من الشقه بقى اهو. عندنا الشنطه، كنت بقى طبعا عامله شاي وكولمن، وبدأنا كده هنركب بقى الاسانسير. وهنا بقى كنا ايه بنقول لكم بقى يلا بقى كده احنا ماشيين، هنوريكم بقى الجو بالصبح كان عامل ازاي واحنا طالعين اهو. كده كنا داخلين بقى، هنا كنا نزلنا. بصوا كان الجو عامل ازاي، كنا لسه ايه الصبح ما طلعش يعني. هنشيله بقى الحاجة كده ونروح نركب الاتوبيس إيه عشان هو كان يعني قدامنا يعني. هنا بقى اهو احنا هنا كنا الناس مستنيه الاتوبيس لما يجي. إيه خلاص بقى استنوا بقى فيديو رحله ان شاء الله، فيديو تاني هقول لكم بقى. متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. هنا بقى من داخل الاتوبيس كده ومع مصطفى بيشرب شاي. انتظروا بقى فيديو رحله، فيديو تاني ان شاء الله، نقول لكم بقى مع السلامه.